عليكم ورحمة الله وبركاته. إنشاء عن الأب لكافة المراحل سهل وبسيط، وإن شاء الله تاخذون عليه درجة كاملة. الأب كلمة عظيمة قد تكون قصيرة الطول قليلة الأحرف، إلا إنها طويلة الأمد في العطاء كبيرة المكانة. فالأب يحافظ على أسرته متماسكة ولا يفرقها شيء، يقضي ساعاته الطوال في العمل ولا يعرف الملل، لكي يعود إلى بيته محملا بالأكياس الكثيرة التي تمد أبنائه بالقوت، فلا ينقصهم بعدها شيء. الأب هو المربي دون تقصير، فهو يطمح في تربية أبنائه وتنشئتهم تنشئة طيبة سليمة بعيدة عن الانحلال، نزيهة لا ينقصها شيء. فكلامه يريح القلوب ويثمر الصدور، فهو الذي لا يتعب من سماعهم وإرشادهم، ولا يمل من دعمهم وتشجيعهم وإرشادهم. فهو الطيب الذي يقف على مشاكلهم ومعضلات أمورهم. فالأب هو السور الذي يحمي العائلة ويذود عنها، وهو عمود البيت وسر استقراره. الأب هو دفء الأبناء في الشتاء وفرحهم في الربيع، وهو الذي لا يزوره النوم حتى يطمئن على أبنائه بأن كل واحد منهم قد أخذ مكانه ونام، فقلبه لا يجد لذة الراحة بعد طوال التعب ومشقة الحياة، إلى بعد أن تسكن روحه بالاطمئنان على أبنائه. يا له من رجل خارق، فهو لا يعرف معنى للكسل، قد يضطر للعمل لمدة طويلة دون أن يسيطر عليه الروتين، فهو قد نصب نفسه ليكون كادحا بجد ليجد لقمة العيش التي يقيت بها أبنائه، وقد يوصل النهار بالليل لكي يحصل على بعض النقود الإضافية التي تساعد في مصاريف المنزل ومستلزماته. فالأب هو الرجل الوحيد في العالم الذي يأخذ من نفسه ليعطيك. قد لا يكون أعطاك كل ما تتمناه، لكن تأكد أنه أعطاك كل ما يملك. نسأل الله العظيم أن يوفقنا لبرهما حتى نفوز برضاه، وأن يقينا عقوقهما حتى نتجنب سخطه، إنه جواد كريم رؤوف رحيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم.